بسم الله الرحمن الرحيم. ومع قطرات المطر اللي راهي مازالت تنزل، نرجع للوصفة إن شاء الله. الوصفة الفعالة للعلاج على القمل في رأس الأطفال أو الكبار، لكن أكثر اللي يتعرضوا لها هم الأطفال. ناخذ كما قلت في الفيديو السابق 2 أو 3 على حسب إذا كان عندك ولد واحد ولا بنت ولا 2 ولا 3 ولا جميع العائلة. يعني تكفي ملعقة كبيرة من صابون البلدي أو صابون العربي أو صابون الغرس أو صابون الجزائري، كل واحد كيفاش يسميه. تاخذي ملعقة في غرفية وفي إناء، تزيدي عليها مغرفة نتاع أكل ثاني كبيرة زيت زيتون، وتزيدي عليها مغرفة صغيرة نتاع قهوة، خل، أي نوع من الخل، أحسنهم هو خل التفاح، لكن ماناش رايحين نتقيدوا أي نوع من الخل. وإذا استحال عليك ولا ما كانش عندك في الدار الخل، ادي ليمونة، يعني القارص، عصري نصف ليمونة وخلطيهم كامل مع بعضهم حتى تتحصلي على واحد المزيج هكذا كيما البوماد، كيما لاكريم. حطيها على الشعر من الجذور، خاصة الجذور، اعملي على الجذور كامل نتاع الشعر وغطيه لمدة لا تقل على نصف ساعة. ومن بعد اغسليه الشعر، اغسليه بالماء والشامبوان العادي. وهو اصلا هذاك الصابون العربي راهو شامبوان، لكن المره الاولى يعني في الغسله الاولى غسليه غير بالماء يكون دافي، له بارد له سخون. والمره الثانيه عاودي غسليه بالماء الدافئ وشويه شامبوان، او تقدري تستغني عن الشامبوان. وبالهنا والشفاء، وتتهني من الجمل.